سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نوجد معكم بريوات رائعين وبنانين بزاف واهم حاجه مقرملين. دابا غادي ندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. في هذا الطبق الكبير اللي كتشوفوا عندي بصله وفلفله وحده مشلضين يكونوا كبار وجوج حبات صغار ديال الخيزو حتى هما محكوكين. عندي هنايا 4 ديال الدجاج، المعدنوس، عندي هنا ربيطه قطعتها، عندي هنايا الزيت، مطيشه ديال العيشه والملح. عندي هنايا العطريه اللي غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. عندي هنايا الشعريه الصينيه اللي سلقتها وقطعتها. عندي هنايا جوج نويبين ديال الثومه، واخيرا عندي الفرماج الاحمر اولا الموتزاريلا اللي كيزيدونا التعليكه الحشوه ديالنا. هنا كنجيب واحد المقلاة كنوضعوا فيها الزيت النباتيه، كنوضعوا فيها البصله ديالنا اولا، كنضيفوا عليها ملعقه صغيره ونصف ديال الملح وكنشحروها بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما كتشحر ليا كنضيفوا عليها الدجاج ديالنا. انا هنايا درت 4 ديال الدجاج وانتم على حسب الرغبه ديالكم. كنحركوا المكونات بجوج حتى كيتشحروا لينا. كنضيفوا الثوم، بعد ما كنحركوها كنضيفوا الفلفله ديالنا حتى هي كنشحروها مع العناصر الاخرى. وفاش كتشحر ليا الفلفله طبعا مع العناصر كما قلت لكم كنوضعوا الجزر ديالنا حتى هو باش يتشحر. دابا كنضيفوا المعدنوس ديالنا، دابا كنضيفوا التوابل ديالنا. ما تنساوش غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. ودابا بعد ما حركناها وكطيب لنا الحشوه ديالنا كتولي بهذا الشكل هذا. كنضيفوا عليها مقدار 2 معالق كبار ديال الزيت الزيتون، كنضيفوا ملعقه كبيره ديال مطيشه ديال العيشه. ودابا كنحركوا الحشوه ديالنا حتى مطيشه ديال العيشه كما قلت لكم كتنسجم مع الحشوه ديالنا. وكنضيفوا من بعد الشعريه الصينيه، ودابا بعد تحريك واخيرا كنضيفوا الموتزاريلا اللي كتعطي واحد النسمه وواحد التعليكه رائعه للحشوه ديالنا. دابا كنطفيو البوطه على الحشوه ديالنا وكنخليوها تبرد. ها نتوما البنات شوفوا التعليكه ديال الموتزاريلا كي كتجي رائعه. دابا غادي ندوز معكم المقادير والطريقه ديال التحضير ديال الورقه ديال البسطيله. هنا عندي زلافه غير ممتلئه ديال الدقيق الابيض، زلافه ممتلئه ديال الماء عادي ديال الروبيني، والملح. كنوضعوا هادشي كامل في الخلاط ديالكم. ها نتوما كما شفتوا انا درت هنايا ملعقه صغيره ديال الملح. كنخلطوا هاد المكونات جيدا حتى كيوليو بهذا الشكل هذا. ودابا غادي نقول لكم الطريقه اللي كندير بها انا الورقه ديال البسطيله، اللي هي هذه. في واحد الطنجره كنوضع فيها الماء وكنخلي الماء حتى كيسخن مزيان كيولي طايب، وكنوضعوا من فوق الطنجره واحد المقلاة ديالنا، اي مقلاة متواجده عندكم في المنزل، وبواحد الشيته غادي نبقاو نهزوا بالشيته ديالنا الخليط وندهنوا المقلاة ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وحتى كتكون لينا ورقه يعني مدوره وكبيره اولا على حسب الرغبه ديالكم نتوما. كنستناوها حتى كتنشف وكنهزوها. ها نتوما بهذا الشكل هذا كتولي. ها نتوما راه ورقه ناجحه 100%. وطبعا غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى نساليو الخليط ديالنا كله.
وها نتوما هذا هو الطبق ديالي منين ساليت الورقات ديالي كلهم. ها نتوما انا دهنتهم بالزيت، يعني كنت كنحيد وحده كندهنها بالزيت ومن بعد بنفس الطريقه حتى ساليت الورقات ديالي كلهم. ودابا غادي ندوزو للتعميره ديالنا. ها نتوما انا قسمت الورقات ديالي في النص وكنطويهم بهذا الشكل هذا، كنطوي لهم الجنب ديالهم ها نتوما كما شفتوا. وغادي نوضع هنايا في التحت ديال الورقه غادي نوضع الحشوه ديالي وغادي نطويها بهذا الشكل هذا. انا طويت البروات ديالي على شكل مثلثات. نتوما غنوريكم الطريقه ديال الطويه كي دايره. ها نتوما سهله جدا. وهنا مع شويه ديال الماء والدقيق الابيض كنسدو بالشيته البروات ديالنا باش ما يتحلوش في الفران. وكما قلت لكم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنساليو البريوات ديالنا كلهم، ماشي غير مثلثات، تقدروا ديروا حتى السيكار الا بغيتوا على حسب الرغبه ديالكم. وها نتوما هذه هي اخر بريوه غادي ندير، وغادي نوضعهم دابا في اللاطه ديالي باش ندخلهم للفرن. ودابا غادي ندخلوا اللاطه ديالنا للفرن، يكون ساخن من قبل وعلى درجه حراره 180 من الاسفل والاعلى. وهذا كيكون الشكل الجميل ديال البريوات ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران وضعناهم في الطبق. ها نتوما غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا كي جاو من الداخل، راه كيجيو رائعين ومقرملين. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك. السلام عليكم.